ميسي هزم رونالدو، وهالمرة بمجاله، المجال اللي جمهور كريستيانو دايما يفتخر فيه، وهو الأرقام والأهداف. مش بس الجمهور، كمان اللاعب نفسه اللي رصيده التهديفي 938 هدف ورايح بكل ثقة للألف. وطبعا دايما تسمع بعض الناس تقول أهدافه مقشرة وبلنتيات، فخلونا نوقف هنا ونسأل سؤال: لو شلنا البلنتيات شو راح يصير؟ إحصائية جديدة ممكن تغير النقاش بالكامل، وتحديداً بعد آخر مباراة لميسي مع إنتر ميامي سجل فيها كالعادة. هنا بدأت الصحف العالمية تقارن بين أهداف ميسي ورونالدو، بس هالمرة بطريقة مختلفة شوية، وهي تعال نحسب أهداف الاثنين بدون ركلات الجزاء. والنتيجة ميسي متفوق على رونالدو وفارق هدف واحد بس. ميسي برصيده 764 هدف خالي من البلنتيات، ورونالدو 763 هدف خالي من البلنتيات. والعجيب ان الاثنين يتنافسون كمان بتضييع البلنتيات. رونالدو مضيع حوالي 33 بلنتي، وميسي مضيع حوالي 31. طيب لو قلنا ما في بلنتيات من الاساس، شلون بتكون مسيرة ميسي؟ هل كان بيحقق كأس العالم اللي سجل فيه 5 أهداف 3 منها بلنتيات؟ وهل كانت الأرجنتين نفسها تقدر توصل للنهائي؟ والبلنتيات نفسها كانت تبكي زمان. تذكرون نهائيات كوبا أمريكا 2015 و2016 ضد تشيلي اللي ضاعت فيها أحلامه بسبب ضربات الجزاء؟ ولا ننسى فترة MSN مع نيمار وسواريز، وقتها كانوا ينافسون رونالدو على الهداف، والبلنتيات كانت سلاح رئيسي للحاق برونالدو أو تجاوزه. يعني لا تقول لي إن البلنتيات ما فرقت كثير. وبالأخير ما نقول إننا ندافع عن رونالدو، لكن ندافع عن جزء مهم من قوانين كرة القدم، وهو ركلات الجزاء. والسؤال لك: ولو كان بإيدك القرار، بتلغي أهداف البلنتيات من حسابات النجوم، ولا هذا حق مشروع؟